فيلم درينكين ماستر. تبدأ قصة الفيلم بمدرسة الفنون القتالية، وبأول مشهد من الفيلم نشوف المعلم اللي اسمه وونج وهو يدرب الطلاب. وونج طلب من المساعد مالته انه هو يدرب الطلاب اليوم لان هو عنده عمل وطلع. فعلا المعلم وونج طلع والمساعد بدا يدرب الطلاب، لكن واحد من الطلاب اسمه فريدي بدا يتنمر على المساعد المعلم ويضحك الطلاب عليه. وفريدي ابن المعلم وونج معروف عنه بالمدرسة انه هو دمه خفيف ويسوي مقالب، ففريدي حب يمزح ويا مساعد المعلم وسواله حركة حتى باقي الطلاب تضحك. مساعد المعلم ضاج وعرفه هو اللي سوى هيجي، فقال له انت صح ابن المعلم وونج، بس ما ينطيك الحق انه تقلل من قيمة غيرك، او على فكرة انت مستواك ضعيف بالملاكمة، او ما حد من الطلاب يحترمك. فهنا فريدي ضرب مساعد المعلم ضربه او وقعه بالارض. مساعد المعلم قام وحاول انه يقاتل فريدي، لكن فريدي لزم مساعد المعلم وضربه. مساعد المعلم تحدى فريدي انه يفوز عليه برياضة الكونفو، ففريدي وافق وبداوا يتعاركون. وفريدي اخذ القبعة مالته ولعب بها لحد ما فاز عليه. بالمشهد الثاني نشوف فريدي هو واصدقائه قاعدين بالسوق يحجون ويضحكون على مساعد المعلم. فجأة فريدي واصدقائه شافوا ابنية جميلة مرت من يمهم، فاصدقاء فريدي تحدوه قالوا له اذا قمت وعاكست هاي البنية راح نعزمك على الغداء. وفريدي وافق وقام وراح على البنية وعاكسها. وبعدها شاف ثعبان صغير يم رجل البنية، فالبنية خافت من الثعبان وحضنت فريدي. فبنفس الوقت اجت ام البنية وشافت فريدي وهو حاضن بنتها، فهي لزمت فريدي من اذانه وتعاركت وياه لان هو عاكس بنتها. بالصدفة الام طلعت لاعبة كونفو ماهرة، وهي لزمت فريدي وضربته وفشلته قدام الكل، ففريدي اضطر انه يسحب نفسه ويهرب من السوق. وبعدها نتعرف على شخص متكبر ومتعجرف اسمه جيري. جيري طالب ماهر بالفنون القتالية، ونشوف جيري وهو دا يفتر بالاسواق ويشوف شخص فقير دا يبيع حجر كريم، فجيري سأل الشخص عن سعر الحجر، فقال له الشخص انه هاي سعرها $10 لان هذا حجر كريم ونادر. فجيري اخذ الحجر وانطاب مكان الحجر $1، والبائع الفقير اعترض وقال لجيري يا تنطيني حقي كامل لو ترجع لي الحجر، لكن جيري رفض وضرب الرجل الفقير ورمى الحجر على الارض وكسره. والبائع حزن وبدا يبكي. وبهاي الاثناء اجى فريدي وشاف اللي صار وانقهر على البائع وقرر انه يدافع عنه وياخذ حقه. ففريدي طلب من جيري انه ينطي للبائع فلوسه بالكامل، فجيري رد على فريدي وقال له اني انطي له فلوس لكن بشرط بعد نلعب جولة كونفو وافوز عليك. بالفعل فريدي وافق وبداوا يتعاركون، واحد بدا يضرب الثاني لحد ما جيري اخذ سيف وهجم بيه على فريدي، لكن فريدي كان اذكى من جيري وقدر ياخذ السيف منه ورجع حق البائع الفقير. وهنا فريدي رجع للبيت وتفاجأ من شاف ابوه المعلم وونج وهو قاعد ويا البنيه اللي شافها بالسوق، وايضا كان قاعد ويا امها. وونج صاح فريدي وقال له تعال سلم على عمتك ليندا وبنتها لان هم رجعوا من السفر. ففريدي انصدم لان هو اول مره يشوفهم وما يدري بنفسه انه هو عنده عمه عايشه بالخارج. بعد ما العمه ليندا تشوف وجه فريدي تقول لاخوها وونج عن اللي سواه فريدي اليوم وياها بالسوق وعن معاكسته لبنتها، فوونج عصب على فريدي وغضب منه وضربه. وبنفس الوقت يدخلون عليهم جماعه وهم شايلين جيري لانه كل اعضائه متكسره. ابو جيري يطلب من وونج تعويض او يتعارك وياه، فليندا تقترح انه يحلون السالفه بالقتال، واحد منهم يتقاتل ويا فريدي وياخذ حق جيري. فيوافقون ويتقدم واحد من اصدقاء جيري وهو كان قوي جدا وكان على وشك انه يهزمه، لكن العمه ليندا تدخلت وعلمت فريدي انه يسوي حيله يستخدمها على مود يفوز بيها او فعلا يطبقها على خصمه ويفوز عليه. بس وونج قال لفريدي انه انت لازم تتعاقب على اللي سويته، ومن اليوم بعد طلعه خارج البيت ماكو، وعقاب عليك كل يوم تسوي تمارين الحصان لمده 5 ساعات. وبثاني يوم الصبح نشوف فريدي وهو بالحديقه دا يسوي تمرين الحصان، وهو كان ثابت وما يقدر يتحرك بمكانه لان التمرين صعب جدا. من بعيد نشوف مساعد المعلم وهو يراقبه على مود يتاكد منه اذا دا يسوي التمارين بشكل صحيح لو لا. بعد مرور 3 ساعات فريدي تعب، وبنفس الوقت اجى صديق فريدي شاف فريدي تعب من التمرين، فقام وجاب تخته حتى فريدي يقعد ويرتاح شويه. اول ما فريدي قعد وسوء الحظ اجى وونج ابو فريدي شاف فريدي قاعد على التخته، فعصب منه لان ما التزم بالكلام وغش، فتعارك وياه. وبعدها وونج امر فريدي انه يروح يتدرب يم شخص اسمه سوهاي، وهذا نوع من انواع العقاب. سوهاي هو يكون عم وونج الكبير، وهو ماهر بالفنون القتاليه، لكن بالمقابل هو عصبي وتدريبه عنيف جدا. بالليل وونج حبس فريدي بغرفه واحده وربطه بالمقلوب، يعني خلى راس فريدي بالارض ورجليه اللي فوق. ورا شويه اجى صديق فريدي نفسه اللي جاب له التخته، وهو دخل من الشباك وكان جايب وياه اكل لفريدي ومي، فهو فتح الحبل عن فريدي وانطاله اكل. وبعدها قال لفريدي اهرب قبل لا يجي ابوك ويوديك من المعلم سوهاي. وبالفعل فريدي يهرب ويروح للمطعم لان هو كان كلش جوعان. اول ما يدخل فريدي للمطعم يشوف شخص وهو شخصيته قويه ومبين غني، فبعدها فريدي يروح يقعد يمه وطلب اكل هوايه على مود ياكل ويهرب ويخلي هذا الشخص يتفحن. لما وصل الاكل هو بدا ياكل بشراهه
لحد ما شبع، فقام وكان يريد يطلع، لكن لزمه واحد من عمال المطعم وقال له ليش ما دفعت الحساب؟ ففريدي قال له ذاك الشخص غني هو راح يدفع لي الحساب، او هذا النادل قال له انه هذا مدير المطعم. وفريدي انصدم وحاول يهرب، لكن عمال المطعم لزموه وضربوه لان هم عددهم هوايه وهو كان لوحده، بس كان اكو رجل عجوز قاعد بالمطعم وهو دفع عن فريدي وضرب واحد من العمال. والرجل العجوز صح عمره كبير بس هو ماهر وقوي، او بعدها العجوز اخذ فريدي وهربوا. ففريدي سأل الرجل العجوز عن اسمه، فقال له اني اسمي المعلم سوهاي. وفريدي انصدم وبدا يركض حتى يهرب منه، لكن المعلم سوهاي لزمه وقال له انه ابوك وصاني عليك ووصاني ادربك واعلمك مبادئ الفنون القتاليه. ففريدي حاول بكل قوته انه يهرب من سوهاي لكن هو ما قدر، وبالاخير استسلم للامر الواقع وراح ويا سوهاي. وبثاني يوم الصبح نشوف فريدي وهو يتدرب يوم سوهاي تمارين صعبه جدا ومجهده، لدرجه فريدي يبكي ويتوسل بالمعلم سوهاي انه ينطيه استراحه شويه، لكن سوهاي كان رافض انه يرحمه ويعامله بقسوه، ويقول له انه هذا الشيء هو لمصلحتك حتى تصير رجل وقلبك قوي، او لا تنسى ابوك موصيني انه ادربك بشكل جيد. او بالليل نشوف فريدي والمعلم سوهاي وهم نايمين، لكن فجاه هو قعد من النوم وقام على كيفه بكل هدوء وحاول يهرب، بس المعلم سوهاي اذكى من فريدي وكان رابط اصبع فريدي بالسرير، والمعلم سوهاي حس عليه ولزمه. وبثاني يوم الصبح سوهاي كان يعلم فريدي انه يدربه على تمرين مختلف، والتمرين كان عباره عن 4 اسطوانات من المياه، وفريدي يوقف على 2 منهم وينقل المي للاثنين الباقيات، وهو بدا ينقل المي زلقت رجله او وقع بواحد من الاناء، ففريدي استغل الفرصه وسوى نفسه دا يغرق، والمعلم سوهاي اجى بسرعه حتى ينقذه لانه عباله دا يغرق. ففريدي سحب المعلم سوهاي ودخله بالاناء، ولما هو طلع سد الغطاء عليه، ففريدي هرب وابتعد مسافه عن المكان، وهو نزع ملابسه او شرهن حتى ينشفن، لكن فجاه اجى شخص غريب وطلب من فريدي انه يروح من هذا المكان، ففريدي رفض انه يروح وعاند وياه، او لانه فريدي ما يعرف هذا الشخص منه، نعرف انه هذا الشخص اسمه تشارلي، وهو اخطر مجرم بالمدينه. او تشارلي هجم على فريدي وضربه، او حاول فريدي انه يتصدى ضربات تشارلي، لكن هو ما قدر لان تشارلي اقوى منه بهوايه، او تشارلي ما اكتفى بالضرب وانما غلط عليه وعلى ابوه واستهزأ بيهم ايضا، ففريدي قدر انه يهرب منه لكن ضاج من حسب الضعف والذل، او ما قدر يدافع عن نفسه وياخذ حقه وحق ابوه. وفريدي قرر انه يرجع يم المعلم سوهاي على مود يدربه ويصير قوي او يقدر يهزم تشارلي. وفعلا رجع فريدي للمعلم سوهاي واعتذر منه وطلب منه انه يسامحه، او قال له من اليوم ورايح انا راح اسمع كلامك وانفذه بالحرف الواحد. فالمعلم سوهاي قبل اعتذاره وقرر انه يسامحه. وبثاني يوم بدا فريدي يتدرب ويا المعلم سوهاي من جديد، او كان كل تمرين اصعب من الثاني، لكن فريدي كان يتدرب وهو ساكت ومجبور يتحمل حتى ينتقم من تشارلي. او مرت الايام وفريدي بعده يتدرب، لكن بيوم من الايام المعلم سوهاي انطى فريدي جوزه، او طلب من فريدي انه يكسرها بايده، او طبعا قشره الجوز بالصين هي صلبه وقويه، او فعلا فريدي قدر انه يكسرها. والمعلم سوهاي فرح وعرف انه التمارين جابت نتيجه، وانه عضلات فريدي بدات تتقوى اكثر واكثر. وهنا المعلم سوهاي وفريدي طلعوا للسوق، فشافوا اشخاص يلعبون الرهانات، والمعلم سوهاي شارك وياهم وفاز عليهم كلهم لان هو ذكي وسريع الانتباه. او بعد ما فاز عليهم كلهم اجى مدير الرهانات وطلب من المعلم سوهاي انه يلعب جوله وياه، فلعبوا اثنيناتهم، والمعلم سوهاي بالاخير هو اللي فاز. او مدير الرهانات عصب وما قبل ينطي الفلوس للمعلم سوهاي واتهمه بالغش، ففريدي هجم على مدير الرهانات وضربه، لكن مدير الرهانات كان يستخدم حركه بالقتال اسمها الرصاصه الحديديه، او يعني يضرب المقابل براسه، فبداوا يتقاتلون. ففريدي ما قدر يسيطر عليه وما قدر يواجهه، لكن بعدها فهم الموضوع واخذ مطرقه وضرب مدير الرهانات على راسه لحد ما فقد الوعي. وبثاني يوم الصبح بعد ما فريدي كمل التمارين مالته، المعلم رسله للسوق على مود يجيب بعض الشغلات. وبعد ما فريدي راح هجموا شخصين على المعلم سوهاي، او واحد منهم اسمه بامبو، وهم طلبوا من المعلم سوهاي انه يرجع لهم فلوس الرهانات، لكن المعلم سوهاي رفض انه يرجع شيء. وهنا نلاحظ ايد المعلم سوهاي وهي ترجف بشكل غريب بسبب الكحول اللي يشربها، فبامبو استغل نقطة الضعف وهجم على المعلم سوهاي وضربه ضربات قوية وسريعة، بس لحسن حظ المعلم سوهاي اجى فريدي وضربهم ونقذ المعلم منهم. او بالليل المعلم سوهاي بدا يحكي لفريدي هو ليش كان يرجف وليش ضعف بالوقت اللي هجم عليه بامبو، او بعدها قال له انا راح اعلمك سر من اسرار الفنون القتالية اللي هي حركة تقدر تمارسها وانت سكران. او فعلا ثاني يوم فريدي بدا يتدرب على الحركة، او مو بس هيجي، وانما المعلم سوهاي علمه 8 حركات سرية يقدر يهزم بيها اي مقاتل يتحداه. او هسه نرجع للمعلم وونج اللي كان يتشرط ويا شخص يريد يشتري منه المدرسة القتالية، لان اكتشفوا اكو جواها بير نفط، فوونج رفض انه يبيع المدرسة وطرد الشخص. او نفس الشخص رسل رسالة تشارلي وطلب منه انه يقتل وونج. اما هسه فنرجع لفريدي اللي بهذا الوقت كان يتمشى او شاف بامبو بالصدفة، ففريدي قرر انه يهجم على بامبو ويقتله
لان هو هجم على المعلم سوهاي، وفعلا بدأوا يتقاتلون، واثناء ما هم يتقاتلون فريدي شرب قلاص النبيذ حتى يسكر او يقدر يستخدم حركة المقاتل السكير، وفعلا قدر يهزم بامبو ويقتله. وهنا رجع فريدي للبيت ولقى رسالة من المعلم سوهاي وهو يطلب منه بيها انه يترك اسلوب القتال وهو سكران، او كاتب له تقدر تروح لانه بعد ما تحتاج تدريب. اما المعلم وونج فكان بالمدرسة دا يدرب طلابه، لكن فجأة اجى شخص غريب طلب منه انه يروح وياه ويساعده المكان قريب من المدرسة، او وونج راح وياه، لكن هذا الشخص استدرج وونج واخذ المكان مجهول على مود تشارلي يقتله. فتشارلي هجم على المعلم وونج وضربه، او تشارلي قدر انه يضرب وونج ضربات قوية ومميتة، او وونج ما كان يقدر يصدهن لان هو غافله. وبهاي الاثناء اجى فريدي وحس هاي فرصته حتى يثبت نفسه قدام ابوه، او ايضا حتى ياخذ حقه من تشارلي او ياخذ حق ابوه منه. او قبل ما يبدا القتال اجى المعلم سوهاي من بعيد يركض، وهو كان جايب وياه نبيذ لفريدي حتى يسكر او يستخدم حركات المقاتل السكير. فبدا القتال، وفريدي كان يقاتل تشارلي بمهاره واحترافيه عاليه، واستمر القتال لدقائق طويله. ففريدي ضعف او اداء اقل، لكن بالاخير هو قدر يسيطر على نفسه ورجع مثل اول مره يقاتل بيها، او قدر يغلب تشارلي ويفوز عليه، او ايضا اخذ حقه وحق ابوه منه. والمعلم سوهاي وونج فرحوا وحسوا بالفخر لان اخيرا فريدي كسب الجوله، وانه هو راح يقدر يدافع عن مدرسه الفنون القتاليه ضد الظالمين. ولهنا تكون نهايه الفيلم. سويت لكم قناه خاصه بالافلام والمسلسلات الهنديه، راح نبدا ننشر بيها جميع الافلام الهنديه اللي انتم تطلبوها. رابط القناه راح يكون باول تعليق مثبت، وراح يكون بداخل الوصف، او تقدرون تبحثون عنها من خلال كتابة باليوتيوب مستر هندي. لا تنسون الاشتراك او تفعيل الجرس.